بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل الجمال والحلاوة والجمال والفرخة المشوية دي بطريقة سهلة، ورز بالزعفران، حاجة كده لذيذة جدا جدا جدا. ونبتدي الفيديو بتاعنا الجميل بالصلاة على الحبيب. شوف مكوناتنا ايه: بابريكا وكزبرة، كمون وفلفل اسود، معلقتين زبادي، بصلة مبشورة وليمون وطماطم مبشورة، ملح وسكر. وننزل بقى الخليط الجميل ده كده مع بعضه. شوفي التتبيلة دي بتطلع ريحة وطعم روعة، حاجة كده اللهم بارك، حاجة يعني لذيذة. الفرخة دي غسلتها ونضفتها ووضبتها ونقعتها، عملت لها محلول خل وملح وسبتها فيه شوية بتاع 10 دقايق كده. التتبيلة دي انت لو عملتيها وبيتي فيها الفرخة تطلع معاك اللهم صل على النبي. احنا هنا عصرنا الليمونة، حطينا زيت وخل، ننزل عليه بالكزبرة والبابريكا، كمون والفلفل الاسود. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. بصي بقى، نزلي البصلة والزبادي والطماطم، قلبي بقى الخلطة الجميلة ديت كده مع بعضها شوية لحد اما يبقى شكلها حلو وتتدبل البصلة كده خالص. انت ممكن تضربي البصلة دي في الخلاط، ما تاخديش الا المية بتاعتها كمان تطلع معاكي احلى. بس ده لو انت هتعمليها ايه بايته شوية، تعملي شاورما، تعملي حاجة، التتبيلة دي تبقى معاكي روعة. هتبيت الفرخة، انما انا مش هبيتها، هسيبها نص ساعة بس في التلاجة ومش هبيتها. وكمان مش هعمل فيها حاجة، انا عايزاها كده عشان تطلع اللحمة طرية وجميلة، عشان اولادي بيحبوها كده. زغزغي بقى كده الصدر كده، بصي، غز 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 زغزغها كده بالصلاة على النبي. ايوه كده اللهم بارك. تعالي بقى ندبل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت الجلد كده وحطي طعم مفيش زي كده، طعمها كان حكاية، حاجة كده اللهم بارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. لو كنت وصلت معايا بالفيديو لحد هنا، امانة عليكي تعملي لي لايك وكومنت حلو، هتعجبك بأمر الله التتبيلة دي لو جربتيها. دخلي كده، دخلي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. دخلي كده في الوراك كده، وامسكي العظم بتاعها ده، ايه، ادعكيه كده في التتبيله كده، اي كده. انا نقعتها بس ايه، قولي ساعه او نص ساعه، مش فاكره والله، بس هي على طول ما خدتش وقت طويل معايا في التتبيله، بس كانت حاجه تحفه تحفه تحفه. ولو عندك جنزبيل حطيه في التتبيله دي، بيطلع زي العسل. امسكي الجناحين من الجنب كده بخل، علشان لما تستوي ما يفردوش بعضهم كده او ما يفصلوش من الفرخه كده. بصي الخله ورشقيه كده في الجنبين كده، حطيها بقى على باقي التتبيله. ايوه كده، اعملي لها كده ايه، خلي لها صدر ضخم وفخم كده. كانت ما شاء الله حجمها كده، شافوها قالوا لي ده ديك رومي، بيقولوا لي بطايه حلوه خالص البطايه بتاعتك دي.
قلت لهم لا ده والله فرخة عادية، علشان هي كانت بسم الله ما شاء الله اللي هي من الامهات كده، كانت فرخة حلوة اصلا. اللهم بارك. صينية صغيرة عادي مش مشكلة، حلوة جدا. هنحط عليها ورق ألمونيوم ونغلفها كده عشان بس الصينية ما تبصي. وجيبي بتاعة الشوي ده، لو مش عندك هاتي برطمان، هاتي ازاز حطيها وقفي عليها الفرخة هتطلع معاكي برضو. اللهم بارك، فكرة حلوة جدا. برطمان مربى، ازازة حاجة ساقعة، اي ازازة هتطلع معاكي زي العسل بإذن الله تعالى، عشان ما تتحرقش ولا تعمل ريحة في الفرن ولا اي حاجة. الصينية كده مش هتبوظ معاكي، والدنيا معاكي هتبقى ايه، تمام جدا. حتى الرقبة بتاعتها كانت طرية جدا وكانت ما شاء الله. بصي بقى بالصلاة على الحبيب، اللهم بارك، حاجة روعة كده. بصي بقى شكلها، فخامتها وقوامها حاجة كده ما شاء الله عليها، اللهم بارك. بدأت اهي تخش في السوا، كل شوية لفيها كده. ممكن على فكرة كنت احط سيخ البوتاجاز واحطها في السيخ واسيبها تلف في البوتاجاز، بس انا بوريكي فكرة بسيطة في كل بيت. هنجيب حلة نحط فيها زبدة وزيت علشان الزبدة ما تتحرقش مننا، هنسخنهم بإذن الله تعالى كده، نسيحهم وهننزل ببصلاية صغيرة. اللهم بارك على سيدنا محمد. تنزلي بقى ببهاراتك الحلوة كده عشان تطلع ريحتها. حطينا ورق لوري وقرفة وليمونة. البصلة دي اتغيرت الطعم خالص، الرز ده عادي يتعمل من غير بصلة، بس انا ايه حبيت اعمل له طعم جديد. وبعدين انا هنا عملت برضو فكرة حلوة. انا بنتي قالت لي يا ماما الرز ده ايه، احنا بنحب الرز كتير، الرز ده مش هيكفي. قلت لها طب وجاي على نفسك ليه؟ رحت حاطه رز عادي على الرز البسمتي، طلع اللهم صل على سيدنا محمد، رمى كميه كتير حلوه، ما بص مني، ما عجنش، ما قاليش لا، يعني هتشوفي بنفسك. حطينا كمون وكزبره وفلفل اسود، يبقى فيه هنا ايه، قرفه وورق لوري وليمونه كمون كزبره والفلفل الاسود. الحلوة اللي وصلت معايا لحد هنا لايك حلو كده. بصي نص معلقة زعفران، معلقة الشاي، لانه بيعمل لون حلو جدا، يعني اقل من حاجة لا تذكر كده. دي حتة فلفلاية فضلت معايا من الاكل، قلت ليه حلو، نص قرن فلفل. الكبدة والقناصة حطيتهم في مية دافية وطلعتهم بتوع الفرخة. اديهم تقليبة بقى. نص قرن الفلفل ده بيدي طعمه، انا عشان عيالي بيقعدوا يطلعوا الفلفل من الرز فما برضاش احطه، فانا بديك الفكره مش اكتر. بس الرز واحده بسمتي وواحده ابيض واحده رز عادي. حطيت نص كوبايه، بسم الله ما شاء الله طلع معايا حاجه اللهم بارك، يعني عمل كميه حلوه. بسم الله، اللهم صل على حضرة جمال النبي. لم كده بقى وقلبي، دخلي البهارات في الرز كده.
بص اللون اصلا كل ما تقلبي الزعفران بيديكي لون حلو جدا، وريحته حلوة خالص. لما يتعمل بالزبدة كده بيطلع ريحة حلوة قوي لما تديله تقليبة في الزبدة. ما شاء الله ما شاء الله. بصي كل ما تقلبي اللون اصلا كان روعة جدا، اللون الكاميرا ظلمه حقيقي. انزلي بقى بمية دافية، مية سخنة، مية باردة، بس هي كانت تبقى احلى لو مية سخنة. بنتي خايفة تحط مية علشان قالت لي يا ماما ده رز كده على رز بلدي، رحت قلت لها لا مالكيش دعوة، هاتيلي انتي مية ومالكيش دعوة. حطيت انا كمية الرز قدها مية. يعني لو انتي حاطة مثلا كوباية رز حطي كوباية ونص مية. بصي بقى الفرخة، الله على الجمال والحلاوة. بصي بسم الله ما شاء الله. بصي استوت ازاي، شايفة اللون؟ بوريكي لونها رائع، ريحتها اللهم صل على النبي. بمسك الرقبة لقيتها دابت في ايدي اساسا، قلت لها لا تعالي بالهنا والشفا على قلبي. شوفوا الرز بقى عمل ازاي، حاجة كده اللهم بارك اللهم بارك. بصي بقى بسم الله ما شاء الله على الحلاوة والفلفلة. بوريك مفيش حباية قايلة لاختها ازيك، قاعدين في الحلة اعداء. بصي بسم الله ما شاء الله، بصي عاملين ازاي. وصلتي معايا بالفيديو لحد هنا اكتبي لي اللهم صل على كامل النور كومنت حلو منك كده، عليه افضل الصلاة والسلام. بص الكبدايه دايبه كده، والرز بص مفلفل ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله. بقولك حاجه بيرفكت، مفيش اجمل من كده في الدنيا. اغرفي بقى وبالهنا والشفا على قلب عيالك، وتفضلي كلي معايا الاكله الحلوه دي. معلش بقى انا مصورها لك في الضلمه، الكهرباء كانت بتقطع، العادي بتاع المصريين اليومين دول، يومين حر وانتي عارفه كل دقيقه الكهرباء في حال. فلو في حاجه في التصوير كده بصي بقى الحلاوه من اقل لمسه، لا كنت شايفه بعمل ايه ولا اي حاجه. فالحمد لله ان النتيجه طلعت معانا لحد هنا. بصي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. عامله ازاي، بصي شايفه حاجه كده، واللحمه بيضه. بص اللهم صل على كامل النور، بتدوب كده. انا اصلا قلت لهم بعد اذنكم خلوا لكم المعلقه واشتغل انا كده، عجبتني. بصي شوفي حاجه كده بسم الله ما شاء الله. لايك وشير وتفعلي الجرس وتشتركي في القناه، وبالله عليكي تكتبي لي لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله.